السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. بعد غياب طال رجعنا لكم فيديوهات جديده وحكاوي جديده واراء جديده وسيت اب جديد. كنتوا وحشيني جدا. حصل في الفتره اللي احنا غبنا فيها احداث كتير قوي. الاهلي خد الدوري وبيراميدز خد افريقيا والزمالك خد الكاس وكله اتراضى، لكن الاعلام الزملكاوي المحايد هو الوحيد اللي ما اتراضاش زي كل سنه. وحصل اراء كتيره قوي واراء جدليه كتير قوي، فاحنا جايين النهارده نرد على كل ده. لكن قبل ما ندخل في اي تفاصيل اعمل لي لايك وسبسكرايب واكتب لي رايك تحت في كومنت عشان لو كنت وحشتك ابقى عارف، وعشان ما اطولش عليك كتير يلا بينا نخش في الموضوع. بناء عن ايه يا بجح بتقول كده؟ ده بجاحه غير طبيعيه. يعني انت عارف انت ايه؟ اصل في كلام مش هينفع اقوله، عيب. لا قول. لا عيب، قول عيب. براحتك. اصل في الفاظ مش هينفع تتقال. اصل البجاحه بتوصل لمرحله بتقلب الحق باطل والباطل حق. انت عارف ان انت انسحبت، يقول لك اصل احنا اعتذرنا. ما انسحبناش. يعني ايه اعتذرنا؟ هو انتوا بتقولوا الكلام ليه؟ وراكوا بقى كتائب بتعمل. يا راجل يا راجل، انت ماسكين عواد بعد ماتش بيراميدز، يعني ان عواد قال مفوت. يا راجل عيب، عيب، اقسم بالله عيب، والله عيب. والله يا كابتن طارق انا مكسوف لك، والله انا مكسوف لك. انا مش عارف مين فينا اللي بجح. انا اللي بجح كاهلاوي لما قلت على عواد كان مفوت ماتش بيراميدز لما كل كره بيطلع عليها غلط وكانت فضيحه، ولا مين اللي بجح؟ يعني انا بتقول عليا بجح عشان بقول انا اعتذرت عن المباراه ما انسحبتش منها لان حصل حاجات انا مش موافق عليها؟ والله يا كابتن طارق انا مكسوف. بيراميدز خد مكان الزمالك؟ لا طبعا مفيش الكلام ده. يعني بيراميدز خد مكان النادي الاهلي في نهائي افريقيا؟ لا، هو نهائي افريقيا. هو انت النهارده الاهلي بيوصل وبياخدوا البطوله 3 مرات او مرتين. لا في البطوله. لا انا هو بتكلم ده بشكل عام. لكن انت بقالك 20 سنه نادي الزمالك مش عارف توصل، او مش عارف توصل نهائي دوري الابطال، مش عارف اصلا تدخل دوري الابطال. لكن بيراميدز داخل في مرتين، دي المره الثانيه بيلعب نهائي دوري الابطال. هي مش كده يا اسلام خالص. بلاش فكره ان بيراميدز خد مكان فلان او فلان. طب ما بيراميدز بينافس على الدوري، لو خد الدوري وخد افريقيا يبقى خد مكان النادي الاهلي. لا هو بيراميدز هياخد الدوري؟ ليه لا؟ الراجل بيساله سؤال واضح وصريح وخالي من الشوائب، وبيقول له هل بيراميدز اخذ مكان الزمالك؟ فقال له لا، هو بيراميدز خد مكان الاهلي. بيرد عليه السؤال بسؤال، ده مبدئيا كده. وبعدين انا عاوز اعرف ايه دخل الاهلي في الموضوع. يعني انا عاوز اعرف ايه دخل الاهلي في الموضوع. السؤال واضح وصريح، بيقول لك هل بيراميدز اخذ مكان الزمالك؟ ترد عليه تقول له طب هو خد مكان الاهلي؟ انا ما اعرفش ايه المنطق في كده. بص يا اسلام، اللي حصل في الكره المصريه في الفتره الاخيره من تاخير لجنه او من تاخير قرار ماتش الانسحاب بتاع النادي الاهلي هو السبب الرئيسي في ان الاهلي دلوقتي في اللي فيه. ليه؟ لان القرار ده لو كان اتاخد من بدري شويه كانت الامور اختلفت بشكل كبير جدا. القرار عمال يتاجل يوم ورا يوم ورا اسبوع ورا شهر ورا ماتش. ايوه في مستندات، إيه والاهلي المستندات؟ قدم مستندات استنى. والرابطه قدمت ايه هي مستندات، المستندات؟ فطبيعي ايه هي ان هو المستندات اللي اتقدمت؟ النادي الاهلي ما كانش عارف ان في ماتش اليوم ده. النادي الاهلي ما كانش في معسكر عشان يجي الماتش ده. هو ايه اللي منعك؟ يعني انت هتقول لي بقى حكام اجانب؟ لا، هو كان طالب حكام اجانب، خد وعود بحكام اجانب من مين؟ وما اتنفذتش من مين؟ من الرابطه والمسؤولين عن اداره في ورق الدوري. بالكلام ده يا اسلام؟ هو في النهايه ده كلام مسؤولين. في ورق بالكلام ده؟ الكابتن طارق المحترم الزملكاوي الناقد الرياضي بيقول لك ان الاهلي خد الدوري علشان قرار خصم الست نقاط اتاخر وفضل يتاجل يتاجل يتاجل، وهو ده كان السبب ان الاهلي يركب الدوري بعد ما كان خسران وبيراميدز متصدر واخد الدوري. طب ده هل كلام يعقل؟ يعني هل ده كلام يعقل يصدقه حد عاقل؟ طب انا هفترض معاك افتراض، الاهلي ما اتخصملوش نقاط وبيراميدز راكب الدوري وبيراميدز كسب كل ماتشاته، الاهلي هياخد الدوري ازاي؟ بكلمك بالعقل، بكلمك بالمنطق. الاهلي هياخد الدوري ازاي وبيراميدز متصدر وما خسرش ماتشاته كلها؟ ما كانش هياخد الدوري الاهلي مهما يحصل، مهما يتاجل قرارات ومهما يبقى فيه اوراق. مفيش دوري للاهلي طول ما بيراميدز ما بيخسر. لكن ايه اللي حصل يا كابتن طارق اللي انت مش عاوز تقوله وبترمي مشاكلك؟ انا عارف طبعا ان هي مش مشاكلك، انت بتدافع عن بيراميدز ليه ما اعرفش، مع انك انت طالع مركز ثالث لكن بتدافع عن بيراميدز. همشي معاك في نفس الطريق، هو اي حد ضد الاهلي وخلاص. المهم بيراميدز هو اللي اهدى النادي الاهلي الدوري على طبق من ده، لما خسر ورجع خسر ورجع خسر ورجع اتعادل، لكن الاهلي كسب كل ماتشاته فاخذ الدوري. دي الحقيقه اللي انت مش مقتنع بيها ولا عاوز حد يقتنع بيها. طب ما الزمالك السنه اللي فاتت يا اسلام مش اعتذار. في فرق. بص يا اسلام، انا طلبت، النادي الاهلي طلب حكام اجانب صح؟ ما تنفذلوش طلبه. الزمالك لما طلب بالعداله في ترتيب الماتشات، تقسيمه الماتشات، شكل الماتشات، فرقه لعبه 20 ماتش وفرقه لعبه 8. هل ده منطق؟ هل ده دوري؟ الزمالك طالب بحقه ما اتعملش وقال انا مش رايح.
لا هو الزمالك وقتها عمل مبرر لما خسر الدوري. عارف ان الموضوع ده يا اسلام بعيد عن فوز او خساره الدوري. انا طلبت بالعداله. العداله اللي هي ايه؟ ان انت تمشيني زي السنه دي، ماتش بماتش. ما تعمليش ماتش فرقه لعبه 20 ماتش فرقه لعبه 8. ده وبعدين بقى ايه؟ انت بترتب الماتشات على مزاجك. بتجيب لي الاولاني في قبل الاخير والقبل الاخير الاولاني وترتب لي عشان الاهلي كان عشان الاهلي كان بيشارك في نهائي دوري الابطال. طب ما بيراميدز بيشارك. طب ما ماشي، ما انت ليه حاطط لبيراميدز ماتش 28 سيراميكا؟ طبعا الكابتن طارق هنا بيشبه، ما اعرفش وجه التشبيه بين انسحاب النادي الاهلي او اعتذار النادي الاهلي السنه دي على لعب مباراته ضد نادي الزمالك بانسحاب نادي الزمالك المتكرر في اخر كام سنه ضد النادي الاهلي. طبعا كلنا عارفين اسباب انسحاب نادي الزمالك، انه ما كانش بينافس على حاجه وانه عارف انه هيروح يخسر الماتش وخلاص، وكانت حجته ساعتها ان الاهلي متاجل له ماتشات وهو مش هيلعب الا لما الاهلي يلعب كل مؤجلات. ودايما بيجيب لك فكره ايه؟ ان النادي الاهلي بيختاروا له المباريات السهله ثم الصعبه. كابتن طارق اللي قال كده. طب يا كابتن طارق السنه اللي فاتت اللي انت بتتكلم عليها وبتقول ان انت كزمالك انسحبت علشان ترتيب الماتشات، انت انسحبت من ماتش وانت المفروض فرقه قويه بتنافسني. يعني انا لو بيترتب لي ماتشات هيتحط ماتش في اخر ماتش، هلعب كل مؤجلاتي وبعدين العب، صح؟ صح. لكن للاسف انت مش لاقي حاجه تقول. واخيرا عاوز اقول كلمتين على موضوع انسحاب النادي الاهلي اللي محدش يتكلم فيه خالص ولا حد وضحه من الاهلاويه او من غيرهم. موضوع النادي الاهلي وانسحاب النادي الاهلي او اعتذار النادي الاهلي باختصار ينقسم لعده اجزاء. اولهم هو اداره النادي الاهلي اخطات خطا جسيم بانسحابها قدام نادي الزمالك، لان كل العوامل كانت بتقول ان المباراه دي كده كده في صالحها، من حيث اللعيبه، من حيث الاداء، من حيث كل حاجه انت كنت راكب وكنت تقدر تعدي المباراه دي بكل سهوله. فده الجانب الاول وهو جانب الاداره. نيجي للجانب الثاني وهو القرار نفسه. اولا النادي الاهلي تفاجأ الساعه 3 الفجر بان في قرعه اتعملت وان النادي الاهلي هيقابل نادي الزمالك بعد 3 ايام. حاجه لا تعقل يعني، ان مباراه قمه 3 ايام بس للترتيب، لا المدرب يلحق يجهز لعيبته ولا اللعيبه مستعده ولا اي حد مستعد. فالنادي الاهلي مع ذلك ما اعترضش، لكن طالب بجواب رسمي بحكام اجانب. لكن عشان الوقت ضيق اتحاد الكوره والرابطه ما عرفوش يوفروا حكام اجانب في اليومين اللي باقيين على الماتش، وبكده النادي الاهلي ما تنفذوش طلب اللي هو اصلا ضمن اللائحه اللي بينص عليها الاتحاد ان من حق اي نادي يجيب حكام اجانب. وعشان كده النادي الاهلي اعتذر عن المباراه وقدم ورق بكده وتم خصم 3 نقاط بس. فما تجيش تقول لي لازم يتخصم منك 6 نقاط عشان الزمالك قبل كده انخصم مني. لا، انا مش زي حد. انا لما انسحبت او اعتذرت باوراق واعتذرت لظروف انت اللي حطيتني فيها كاتحاد كوره وكرابطه انديه. الناس كلها لما قلت لك ان بيراميدز خد مكان الزمالك لا ما خدش برضه تاني انت مصمم يا عم. خد مكان الزمالك فين؟ انت مصمم برضه. نقولها واحده بجد يا كابتن. نقولها واحده واحده. يعني انا قلت تعدل الصوره. مين بيلعب نهائي كاس؟ دايما الاهلي. ايوه بيلعب نهائي تاني كاس. ما انت قلت دلوقتي ما بيلعبش نهائي كاس. يبقى مين اللي بيلعب نهائي كاس؟ بيراميدز. يبقى خد مكان الاهلي. مين لعب نهائي افريقيا؟ النادي الاهلي كل سنه. حلو. دلوقتي بيراميدز بيلعب نهائي افريقيا، يبقى خد مكان مين؟ كان النادي الاهلي. دي سنه اعاره بس. استنى بس. دلوقتي الزمالك طلع الثالث السنه دي وقبل كده بيطلع الثاني على طول. فالمره اللي طلع فيها النادي الاهلي الثالث بيراميدز خد مكانه، كان هو الثاني مع مكان الزمالك. طب اقول لك على مفاجاه. يبقى خد مكان مين بس؟ انتوا ليه بتقولوا انت يا جمال اقول لك على مفاجاه. ثانيه واحده. هو مهم بيتكلم في تاريخ. لا هو بيقول النهارده خد مكان السنه دي خد مكان الاهلي مش الزمالك يا جماعه. احنا كابتن جمال هو انت بتقول ايه؟ كابتن جمال هل تسمعني؟ حضرتك بتقول ايه يا فندم؟ الراجل بيسالك سؤال واضح وصريح وبيقول لك هل بيراميدز اخذ مكان الزمالك؟ نفس السؤال اللي سالناه للكابتن طارق. هل بيراميدز اخذ مكان الزمالك؟ شوف الردود بقى. هو مين بيلعب نهائي الكاس؟ بيراميدز ولا الاهلي؟ بيراميدز. طب مين بيلعب نهائي افريقيا؟ بيراميدز ولا الاهلي؟ ايه ده بيراميدز؟ اذا بيراميدز بينافس مين؟ الاهلي. سهل يا جماعه. انا كسبت بطل افريقيا يبقى انا بطل افريقيا. سهله، مرتضى منصور قالها من زمان. احنا واحده الاساس الدوري ولا الكاس يا جماعه؟ لا الاساس الدوري. اساس دوري. الله ينور عليك. بس يا كابتن مصطفى عايز اقول لك الاساس الدوري. بس خليك معايا، ما انت كابتن فريق وعارف ماتشات الكاس النهائيه بتبقى احلى من ماتشات الكاس الدوري النهائيه ولا لا؟ لا عشان ايه؟ عشان الكاوت، عشان اللي بيكسب بيفوز بالبطوله وبياخد الكاس ساعتها والفرحه. ايوه بس مال ده من اللي احنا هناخده النهارده. ماشي. هناخد لا خلي بالك لا مش قصدي. خلي بالك كابتن جمال بيتوهنا. لا انا والله العظيم بيتوهنا. اسمعني بس انا بقول له حاجه، بقول له ان الزمالك مش بينافس الاهلي، ده الزمالك بينافس بيراميدز. طب ماشي، يعني انت كنت بتنافس الاهلي على الاول والثاني وعلى الدوري وعلى كاس وعلى كل البطولات. ممكن تسمعني. اصبح دلوقتي الزمالك ما بينافسش الاهلي، الزمالك بينافس بيراميدز ولا ايه يا كابتن مصطفى؟ ايوه صح مظبوط. طبعا انت مش بتنافسنا يا جمال، انت بتنافس بيراميدز. وبعدين عايز اقول لك حاجه جيمي يعني. لا معلش يا كابتن مصطفى، استنى انت وجيمي شويه عشان انا مش حابب اسمعك بصراحه. المهم خلينا مع كابتن جمال
كابتن جمال بيقول لك بقى شوف الاسباب القويه ان بيراميدز اخذ مكان الاهلي، ما اخدش مكان الزمالك خالص. بيقول لك ان بطوله الكاس اهم بكتير قوي يا جماعه، اهم بكتير قوي من بطوله الدوري. ليه يا كابتن جمال؟ عشان بتاخد الكاس في وقتها. بجد والله هي دي الاسباب المنطقيه اللي انت جايبني وجايب الناس تتفرج عليها. بيراميدز بقى متفوق على المستوى الفردي، الكواليتي اللعيبه الخام يعني حضرتك هنا عكس كابتن طبعا عادل. بيراميدز رقم واحد، هو رقم واحد. الاهلي ممكن يخش رقم 3، يعني يبقى بيراميدز 3 بيراميدز الزمالك الاهلي 3 ايه؟ يعني يبقى الثالث والزمالك الثاني والثاني. ما هو الزمالك الثاني، احنا متفقين ان الزمالك دايما يبقى الثاني، لكن النادي الاهلي يبقى الثالث يا عصام. والرابع كمان. والرابع كمان على اساس ان النادي الاهلي ما خدش بطوله من 3 ايام. لا مش بالبطولات، مش هيسحب بالبطولات. لا ما هي كده النادي الاهلي بالسيستم، يعني هو النادي الاهلي ما خدش بطوله من اسبوع يعني. كويس ان انت سالت السؤال ده. حضرتك بتقيسها بايه؟ بقيسها بايه؟ بص انت حضرتك قلت كواليتي لعيبه صح؟ بص على فكره اسوأ نتائج على فكره واسوأ موسم عمله النادي الاهلي هذا الموسم على فكره. في النتائج والتعادلات والاهداف اللي بتخش النادي الاهلي، لما 17 هدف يخش النادي الاهلي كان بيخش فيه طول الموسم. لا انا عايز اقول ايه في كواليتي اللعيبه. انا عايز على فكره اقل جيل واقل مجموعه جت في تاريخ النادي الاهلي المجموعه دي. طب حضرتك ممكن تقول لي حضرتك رتبت الزمالك قبل الاهلي؟ عندك الجدول كده. ليه بالنتائج. بالنتائج قول لي. لا مش بالنتائج، انا بتكلم على كواليتي اللعيبه. يعني مين اللعيبه اللي في الزمالك حضرتك شايف ان هم كواليتي افضل من الاهلي؟ كتير. زي مين؟ يعني عمر جابر، بنتايج، عندك فتوح، حسام عبد المجيد لما تطور في المستوى بشكل كبير جدا. بتتكلم على عبد الله، بتتكلم على ناصر، ولما كان احمد حمدي موجود بتتكلم على الجزيري. المجموعه دي كلها افضل لعيبه الاهلي. انت ملاحظ ان مفيش واحد منهم ما قالش بيراميدز؟ يعني مفيش ولا واحد من الناس اللي انا جايبها دي طلع وما جابش سيره بيراميدز في الموضوع. انا مش عارف هم بيشجعوا بيراميدز ولا الزمالك، بجد والله الناس دي بتشجع بيراميدز ولا الزمالك. الكابتن المحترم اللي انا ما اعرفوش وانا واثق ان في ناس كتير بتتفرج علينا ما تعرفوش برضه، بيقول لك ان بيراميدز هو اقوى سكواد، يليه الزمالك ويليه النادي الاهلي. انسالي بيراميدز كده اللي بيتكلموا عليه كل شويه ده وهات لي الزمالك. بيقول لك ايه بقى؟ خد بقى التصريحات المشطشطه. بيقول لك ان ناصر منسي، والله بجد، ناصر منسي وسيف الجزيري وعمر جابر ومصطفى شلبي دولت اقوى من سكواد النادي الاهلي. لان انت بتلعب مع ناس ما كانوش يحلموا يعدوا من قدام الزمالك ومش عاجبهم هي دي النقطه. فالاول هو بيبقى حابب ومبسوط اللي هو جاي الزمالك، فلما بيجي يخش الزمالك هو بيبقى حاسس اللي هو لا انا عايز فلوس اكتر، انا مش عارف عايز ايه، انا عايز ايه. انت اصلا ما تعديش من قدام النادي، بس هي الظروف حكمت انك تيجي تلعب وتلبس شيرت الزمالك. طبعا بعيدا ان الكابتن شيكابالا قاعد مع الكابتن احمد حسام ميدو في بودكاست محترم كده وحاطين موسيقى حزيني في الخلفيه وبيتكلموا عن نادي الزمالك بكل مشاعر وانتماء وحب وفاهم وشو، مع ان الاثنين اللي قاعدين دول مع احترامي الكامل ليهم ان هم اساطير نادي الزمالك دلوقتي يعني في الوقت الحالي، في فتره من الفترات كابتن ميدو اول ما نجمه سطع كده هرب من نادي الزمالك وسابه وراح اوروبا، والكابتن شيكابالا اللي بيتكلم بكل فخر ده اللي هو دلوقتي الاسطوره الحيه لنادي الزمالك كان ماضي للنادي الاهلي. والله كان ماضي للنادي الاهلي. المهم خلينا في صلب الموضوع. كان بيتكلم وبيرمي على احمد سيد زيزو عشان انتقل للنادي الاهلي، وبيقول لك ان احمد سيد زيزو ما كانش يحلم يعدي من قدام بوابه نادي الزمالك ودلوقتي قاعد يتشرط ويتنطط على الناس، وكمان بيقول لك ان الظروف هي اللي حطته في كده. كابتن شيكابالا انا عاوز اقول لك ان احمد سيد زيزو لما دخل نادي الزمالك دخله بمجهوده. اي لاعب في الدنيا لو ما بيعرفش يلعب كوره في اي نادي هيمشي، انت كنادي اللي هتحاول تتخلص منه. فما تقوليش ان احمد سيد زيزو اللي شايل نادي الزمالك ده بقى له 6 سنين ونجم الفريق بقى له 6 سنين وعامل لكم اسم بقى له 6-7 سنين ما كانش يحلم يعدي من قدام بوابه نادي الزمالك. انا بوريك بس ان الاراء بتتغير بالوان التيشيرتات، وكل واحد عاوز مصلحته بقى، وكل واحد بيدافع عن اللي تبعه وبينتقد غيره. انا عن نفسي خلصت اللي عندي وكفايه قوي عليهم لحد كده، ولو انت وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه وتقول لي طبعا رايك في الفيديو وفي الاراء اللي احنا قلناها. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.